السلام عليكم، صباح الخير، مساء الخير، ايش وقت ما راح تشوفونا، وان شاء الله تكونون بخير وبصحة وبعافية وين ما كنتوا. اليوم الفيديو مالتنا طبعا دائما بالانستغرام او بالتيك توك او باليوتيوب او بالفيسبوك ينزلون مرات اعلانات عن بازارات موجودة في لندن. هذا واحد من البازارات اللي احنا اني شفت الاعلان مالته على الفيسبوك وعلى الانستغرام، فعجبني أنه أني أروح، لأنه أولا هو قريب علي، ثانيا أني أحب البازارات من هذا النوع. البازار هو شامي، سموه شام بازار، وصراحة بين فترة والثانية يصير أكو تجمع للجاليات العربية الموجودة في لندن عن طريق البازارات. فرصة حلوة أنه الواحد يشوف ناس عرب مثله، يتعرف على ناس جدد، يشوف الأشياء التقليدية، الملابس التقليدية، الأكل التراثي مالتنا، وأشياء جميلة. أيضا هناك إبداعات أيضا من النساء، خصوصا العربيات في لندن. هسه راح تشوفون مثل ما هو واضح أنه أكو الزي العربي التقليدي، مثلا الزي السوري، الزي اليمني، الزي الفلسطيني، الزي الأردني. صراحة أشياء جميلة حلوة. القاعة كانت نوعا ما مو كبيرة، بس إنما كان كثير من الطاولات موجودة، وكل واحد دا يعرض الغراض مالته. تلاحظون هنا اكو اكسسوارات، اكو منها هاند ميد، اكو منها لا هم يحبون يجيبوها يعرضوها. فهي كانت صراحة فرصة حلوة انه الواحد يتفرج على اشياء جميلة. طبعا هذا الميز كتير عجبني، لأنه كل الأشياء مصنوعة هاند ميد، خصوصا الرسومات والأشياء هاي الجميلة، فوانيس رمضان. كل الأشياء تختص برمضان. اللي عاجبه يطلب من هذه الطاولة، راح تلاقون العنوان في صندوق الوصف. وطبعا هنا كانت أيضا طاولات تختص بالطعام، بالأكل. صراحة يمكن كيف أنا رحت شوية بدري من وقت، فما عرفت شنو بالضبط هذا الأكل، بس أتوقع هو كان أكل إيراني بالدرجة الأولى، وكذلك الزوليات والسجاجيد الإيرانية الجميلة، والزخرفات العربية اللي كتير إحنا بنحبها صراحة، كتير حلوة. تعالوا وياي نرجع للبيت حتى نسوي أكلة سهلة طيبة
طبعا هي عراقية، صار لي هواي ما مسويتها أني، بس كتير نحبها بالبيت. تمن جزر. التمن جزر أكلة كتير طيبة، هي رز وجزر ولحم وعليها نوع معين من البهارات. هاي قطعة كنت جابتها أنا، هي قطعة بيف، قلت خلني أقطعها استعملها إلى قطع صغيرة حتى أسوي بيها تمن الجزر. صراحة هي كانت بالمجمدة، فأنا نسيت أطلعها، فشوية كانت جامدة في إيدي، شوية تعبتني إلى أن قطعتها، بس إتس أوكي. قطعناها. وتمن الجزر هي أكلة جدا عراقية معروفة، ما بتاخذ وقت نهائيا. فقطعت اللحم، وتعالوا شوفوا شو راح نسوي. طبعا ورا ما قطعت اللحم راح أشرح بصلاية إلى مكعبات أيضا صغيرة. وأكو ناس ما تضيف بصلة هواية، أكو ناس تحط شوية بصل، أنا ما أتقبلها لأنه شوية بما أنه أكو لحم بالموضوع لازم يكون في بصلاية. فقطعت هيك بصلتين صغار إلى مكعبات صغيرة. طبعا واللحم أنا شوية غسلته وصفيته، وبعدين مثل ما راح يظهر لكم أنه أنا شوية فورته على النار وكبيت المي تاعه، ورجعت فورت مرة تانية مي وخليته على الطباخ لمدة تقريبا 20 دقيقة يستوي شوية، لأنه هو ما راح ياخد وقت، لأنه مكعبات صغيرة فما بتاخد وقت صراحة. وبعدين أنا استغنيت عن المي الخاص باللحم، ما احتاجيته، لأنه ما بحب أنا استعمل مي اللحم أو مي الدجاج في طبخ الرز. فتعالوا وياي خلينا نحمس البصل وخلينا نحمس الجزر واللحم ونكمل الطبخة. طبعا مطبخنا بعد ما كامل، فعشان هيك أنا ما بحاول أنه أطلع بقية أجزاء المطبخ، لأنه هي لسه مو كاملة. إن شاء الله راح يكمل قريب وراح أسوي لكم الجولة في المطبخ، بس خليه يخلص ويطلع بالشكل إن شاء الله المطلوب، ونسوي جولة في المطبخ. صراحة انطلب مني أيضا جولة في البيت إن شاء الله قريبا، بس لأنه تعرفون بحكم أنه في عمال بيدخلوا وبيطلعوا شوية الدنيا لسه كركبة وهوسة عندي، فراح يجوا انتباعا إن شاء الله. طبعا ما راح أنسى أقول لكم أنه أكو هواية فيديوهات إن شاء الله راح تنزل، راح نحضر لرمضان.
أنا صراحة مو من النوع اللي أسوي تفريزات رمضان نهائيا، لأنه يعني أعتبره هو شهر طبيعي، إحنا مو هو شهر الأكل، بس هو شهر شوية الناس تحب إن هي تنوع في الأكل بيه، لأن إحنا نكون صايمين. إن شاء الله يا ربي كل عام وأنتم بخير، ونعاد عليكم بالصحة والعافية، ويا ربي الدول اللي بيها مشاكل حاليا يعمها الأمن والاستقرار والسلام، أهم شيء السلام. مثل ما تلاحظون أني حمست الجزر والبصل واللحم، وحطيت شوية فلفل أسود، وحطيت نومي بصرة. النومي بصرة هو الليمون الأسود الجاف اللي مش من خارج العراق. طبعا بيعطي هاي الأكلة خصوصا طعم ولا أروع. فأنا هي أساس الأكلة هاي النومي بصرة. أنا كان عندي نومي بصرة مطحونة، الليمون أسود مجفف مطحون، حطيت تقريبا معلقة ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وحطيت فوقهم بعد ما انحمسوا شوي نزلت بالرز، وحطيت عدلت الملح، حطيت شوية معلقة من الماجي، وعدلت البقية بالملح. وطبعا هي نفسها هاي القلاية أو الطاسة هي نفسها كبيرة، لأنها كبيرة فراح استعمل أطبخ بها الرز، ما راح تاخذ معي وقت نهائيا. وراح أخلط المكونات وأحط المي تاعي، وأنا حطيت مي مغلي على هاي الأكلة حتى شوية بسرعة يعني يشرب الرز المي، وبعدين غطيتها بالسيلوفان وغطيتها بالغطاء مالت القدر هذا أو القلاية هاي، لأني جاي وياها غطا، ونصيت النار عليها، وطيت النار عليها، وما أخذت وقت أبدا. كانت هاي أكلتنا السريعة الجميلة لهذا اليوم. طبعا ممكن نعمل معها سلطة على صفحة أو لبن، هي أكتر شيء الناس تاكلها مع لبن صراحة، وتكون لذيذة وجيدة وصحية، وخصوصا لأولادنا. أنا بالنسبة لبنتي عدوها اللدود اللحم، ما بتحب اللحم نهائيا، فشو أعمل؟ أحط لها قطع صغيرة مع الرز حتى تاكله. وبهاي الطريقة إحنا لازم نحافظ على صحة الأولاد. في كتير أولاد ما بيحبوا طعم اللحومات، وكانت أكلة بسيطة سريعة ما أخذت مني وقت نهائيا، وصحية أحسن 100 مرة من أكل برا. بنهاية الفيديو إن شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوني باللايك والاشتراك والتعليقات. أحبكم وأشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة، باي باي.